السوشيال خلت اي حد حاليا بقى شاعر. اي حد ماشي في الشارع بقى بيقول على نفسه ان هو عنده علم وعنده موهبه وبيتكلم. يا فندم، انت عشان يبقى عندك موهبه لازم تبقى بتدعو الى فضيله، مش عباره عن انك بترص كلمتين وبتيجي تقولهم. انت ايه الفضيله اللي انت بتدعو اليه؟ ولا انت بتتكلم اي هبد كده وخلاص؟ الامام الشافعي رضي الله عنه امرته ان هو يبحث عن العلم، وكانت بتهيأ له الجو النفسي اللي يخليه يبحث عن العلم. كانت بتوديه للعلماء، وكانت بتوديه في عز التلج وبتوقد له النار عشان يتوضا وعشان يبحث عن العلم وعلشان يبقى من اهل العلم. فخرج لينا الامام الشافعي اللي احنا بنتبع معظم احكامه في المذاهب الخاصه بينا في الاسلام، وخرج لينا واحد بحجم الامام الشافعي في الكتابه. الامام الشافعي عنده ديوان شعر لا يستطيع اي حد ان هو يكتب زيه. خليك زي الامام الشافعي، او اكتب عن الامام الشافعي، او ادعو الناس ان هي تكون زي الامام الشافعي وزي والده الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. انما تبقى بتكتب اي كلام والشباب المراهقين يبقوا فاهمين ان الغزل الصريح اللي هم بيكتبوا لي من دول ده عباره عن محتوى ادبي. يا فندم، الكتابه تندرج تحت فن الادب وليس قله الادب.